السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معظمنا سمع كتير عن سرقة الأطفال حديث الولادة من المستشفيات، أو إن بيتم تبديلهم سواء بالعمد أو بالخطأ، وفي كل الحالات طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن الأصعب بقى إن يتم سرقة الجنين وهو لسه في بطن أمه قبل ميعاد ولادته. فعل بشع ما يعملوش إلا إنسان الرحمة اتنزعت من قلبه واتجرد من إنسانيته. بس في حكايتنا النهاردة وللأسف ده اللي حصل. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. الحكاية بتبدأ سنة 2015 في ولاية كولورادو الأمريكية. واحدة ست اسمها ميشيل ويلكنز، عندها 27 سنة. كانت بتستعد هي وزوجها دان إنهم يستقبلوا طفلتهم الجديدة، واللي اتفقوا إن اسمها هيبقى أورارو وجهزوا لها غرفة خاصة ليها. ميشيل لما وصل حملها للشهر السابع قررت إنها تجيب ملابس لطفلتها الجديدة عن طريق متجر اسمه كريغز ليست، وده متجر إلكتروني في أمريكا بيعرض فيه الناس الحاجات اللي عندهم وعايزين يبيعوها. ومن ضمن الناس دول واحدة اسمها داينل، عندها 35 سنة وعارضة ملابس أطفال مش محتاجاها. ميشيل لما شافت الملابس اللي داينل عرضها تواصلت معاها واتفقوا إنهم هيتقابلوا في بيت داينل علشان تتفرج على الملابس وتختار منها اللي هي عايزاه. وفي يوم 18 مارس سنة 2015 ميشيل بتروح لبيت داينل وهي فرحانة إنها تشتري ملابس لطفلتها، بس ما كانتش تعرف إن اللي مستنيها في البيت ده جحيم بمعنى الكلمة. ميشيل لما وصلت بيت داينل قعدوا يتكلموا حوالي ساعة، والظاهر كده إن الحاجة ما عجبتش ميشيل وقامت علشان تمشي. بس في اللحظة دي داينل عرضت عليها توريها ملابس تانية موجودة عندها بس في الطابق السفلي من البيت. وطبعا ميشيل وافقت ونزلت معاه، وما كانتش تعرف إنها كده وقعت في الفخ. داينل بمجرد ما نزلوا ظهر الوش الحقيقي ليها واختفت الابتسامة، وبدأت تهاجم ميشيل اللي كانت لا عارفة ولا فاهمة إيه اللي بيحصل. وطبعا نتيجة إن ميشيل في الشهور الأخيرة من الحمل ما كانتش قادرة تقاوم، داينل استغلت الفرصة وجرت ميشيل لحد ما وصلوا لغرفة النوم، وبعد كده زقتها على السرير وحاولت تخنقها، بس ما عرفتش تعمل كده. فجابت إزازة وضربتها بيها على دماغها، وبعد ما الإزازة دي اتكسرت طعنتها بحتة إزازة من اللي اتكسرت في رقبتها. وأول ما اتأكدت إن ميشيل خلاص فقدت الوعي تماما وتقريبا كده قطعت النفس، جت اللحظة اللي كانت مستنياها. وركزوا معايا في اللي الشيطانة دي عملته. داينل شقت بطن ميشيل بالسكينة وخرجت الجنين من بطنها، وقطعت الحبل السري اللي بين الجنين وبين أمه، وأخدته معاها ومشت، وسابت أمه المسكينة غرقانة في دمها. حقيقي أنا مش متخيل إن ممكن حد يعمل كده. وطبعا السؤال هنا، هي ليه الشيطانة دي عملت كده مع ميشيل؟ وإيه أصلا ممكن يخلي حد يرتكب فعل بالوحشية دي مهما كان السبب؟ بس أقول لكم على حاجة، داينل كان عندها سبب لده. أيوه، زي ما سمعتوا، داينل من فترة ادعت قدام زوجها إنها حامل، وعدت شهور وهي مستمرة في خداع زوجها. لكن الأكيد إن الخدعة دي لازم يكون ليها نهاية، وعلشان تثبت إنها فعلا حامل أخدت الطفلة من بطن أمها ميشيل بمنتهى الوحشية والحقارة، وبعدها جرت اتصلت على زوجها وقالت له إنها تعرضت للإجهاض ويجي بسرعة علشان يلحقها. شفتوا السبب؟ يا ترى إيه رأيكم؟ دانيال زوجها وصل بسرعة ولقاها في الحمام وماسكة في إيديها الطفلة المسكينة، وعلى طول أخدهم ونقلهم على المستشفى، وهناك للأسف الطفلة بتموت. ونرجع للمسكينة ميشيل اللي كانت بمعجزة لسه على قيد الحياة. ميشيل لما فاقت لقت بطنها مفتوحة والدم حواليها في كل مكان، لكن بالرغم من كده قدرت تتحمل على نفسها واتصلت بالطوارئ ووصفت لهم مكان البيت اللي هي فيه. ونخلي بالنا إن كل ده وميشيل فاكرة نفسها لسه حامل ومرعوبة على الجنين اللي في بطنها. المهم الإسعاف على طول بيوصل للعنوان وبيلاقوا ميشيل وبينقلوها على المستشفى، وبالصدفة إنها نفس المستشفى اللي موجودة فيها الشيطانة داينل. الشرطة طبعا بعد البلاغ راحت البيت علشان يعاينوا مكان الجريمة، وفي نفس الوقت ده كان زوج داينل رايح البيت علشان يجيب ولاده، بس من زوجة تانية كان متجوزها قبل داينل من المدرسة. وأول ما وصل اتفاجئ بالشرطة موجودة في البيت. ميشيل بعد ما لحقوها في المستشفى بأعجوبة حكت كل اللي حصل معاه، وعلى طول تم القبض على داينل. وبدأت بعدها محاكمة عملت ضجة كبيرة للرأي العام كله، لأن الناس اعتبروها جريمة مستفزة وغير مسبوقة. داينل خلال التحقيقات معاها أنكرت التهمة الموجهة ليها، وقالت إن ميشيل هي اللي هاجمتها الأول وحاولت تقتلها بسكينة كانت في إيديها،
وإن هي كل اللي عملته إنها دافعت عن نفسها. وبعد ما لقت إن ميشيل قطعت النفس، فكرت إنها ماتت، وإن مش بالضرورة عشان ميشيل ماتت يبقى الجنين هو كمان يموت. خسارة برضه. فشقت بطن ميشيل وخرجت الجنين. شفتوا بقى يا جماعة إننا كنا ظالمينها؟ أدي عليك بإيه طيب؟ على العموم، أنا هسيب لكم انتوا المهمة دي. زوج داينل في المحكمة قال إن مراته قالت له إنها حامل سنة 2014، لكن على طول كانت بترفض إنها تعرض نفسها على الطبيب. وحاول دفاع داينل يقنع القضاة بإن الهجوم ما كانش عن إصرار وغير مخطط ليه. لكن الطبيب اللي أشرف على علاج ميشيل قال إن الشق اللي في بطن ميشيل تم بإتقان، وكأن الشخص اللي قام بيه على دراية تامة بالعمليات القيصرية. وده فعلا أكدته التحريات اللي أثبتت إن داينل كانت بتشتغل ممرضة وسابت شغلها سنة 2012. وبعد جلسات مطولة والسماع الشهود، تمت إدانة داينل بأكتر من تهمة، منها الشروع في القتل وإنهاء حمل بطريقة غير مشروعة. وفي إبريل سنة 2016 تم الحكم على داينل بالسجن 100 سنة. تفاصيل الحكم كانت 48 سنة بتهمة الإنهاء الغير شرعي للحمل، و42 سنة بتهمة الاعتداء من الدرجة الأولى، و10 سنين بتهمة الاعتداء من الدرجة التانية. وحاول دفاع الداينل يخلي الأحكام بالتزامن مش بالتتابع، لكن المدعي العام رفض وقال إن الجريمة فريدة من نوعها، ولازم يكون الحكم على قد قسوة الجريمة. أما ميشيل بعد ما فاقت من المحنة اللي هي فيها، حزنت جدا على فقدان طفلتها، لكن زوجها دان وقف جنبها وساندها علشان تخرج من الحالة اللي هي فيها. الحكاية دي بالرغم من المعاناة والألم اللي فيها، إلا إنها مليانة بالدروس اللي لازم نستفاد منها. وهي إن على النت إحنا مش بنشوف وشوش الناس، ولا بنقدر نقرأ أفكارهم، ولا نعرف نواياهم. فبلاش نصدق كل العروض اللي بتقدمها المواقع. وحتى لو صدقنا ورحنا للشخص اللي قدم لنا العروض، ما ينفعش أبدا نروح لوحدنا، لأن ممكن في اللحظة دي نقابل شيطان على هيئة بشر. ربنا يحفظكم جميعا. وفي النهاية، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.